الناس منتظره العرس الافريقي، يجي رئيس الاتحاد الافريقي يقلبه جنازه. فالواحد حزين جدا جدا. وسيبك من الناس اللي بتقول لك اللي عندها تبعيه للاوروبيين، يقول لك لا صح، ما هو كل 4 سنين ونريح المحترفين وبتاع. يا راجل يا راجل، ويقول لك الاستعمار مشي. الاستعمار مشي ايه؟ ما الاستعمار موجود اهو. الآن إقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات. ايوه، هم عاوزين يعملوا كأس العرب كل سنتين، ماشي؟ ليه بقى جاي على القارة الأفريقية وتعاوز تعملها كل 4 سنين؟ ليه؟ القارة الأفريقية مساحتها 3 أضعاف القارة الأوروبية. فاهم؟ ويقول لك الاستعمار مشي. لا، مش الاستعمار مشي. يقال بأن هناك طريقة مشابهة ل دوري أوروبا لكن على أفريقيا. هل أنت معه؟ يقال يعني القارة الأفريقية لها خصوصيتها. القارة الأوروبية البلاد والطيران والسرعة، إنما إحنا عشان نسافر بلد تانية محتاج يومين. فكل قارة لها خصوصيتها. فسيبوا القارة الأفريقية تدير نفسها بنفسها. إنما إنفنتينو باراشوت على الاتحاد الأفريقي، يدير الاتحاد الأفريقي زي ما هو عايز. والأخ المتسبي مش زي عيسى حياته، وقف للجميع. عيسى حياته ده تعرض لضغط رغم السلبيات والاتحاد الافريقي، انما يقول لك لا، دي البطوله بتاع القاره بتاعتي، انا اللي انظمها وانا اللي احط الميعاد بتاعها. مش انت تقول لي لازم كل 4 سنين عشان المحترفين ما يتكيفوا مع التغيرات اللي موجوده. وبعدين تقول لك الرزنامه، ماشي، مش معنى القاره الافريقيه اللي تيجي للرزنامه. لا، الرزنامه فيها 2000 مباراه، فتيجي تقول لك اصل الرزنامه مضغوطه فانتوا لازم تلعبوا كل 4 سنين، ويخترع بطوله دوري الامم الافريقيه، مع ان دوري الامم الاوروبيه فاشل رغم التسهيلات الموجوده. انما كل قاره لها خصوصياتها. فانا حزين قوي قوي، والاتحاد الافريقي ماشي ورا الاخ انفنتينو. فكل حاجه وكل قاره لها رونقها الخاص. الناس بتستغل الاتحاد الافريقيه القاريه، تستغل البطوله الافريقيه كل سنتين. يا عبد العزيز، الدخل اللي بيجي له بيصرف على البنيه التحتيه، بيصرف على الاستادات. فاهم؟ لان انت عارف الفساد الموجود في الحكومات فالحاجات دي لازم تسهلها لنفسه. الاتحاد الافريقي لازم يسهل كل حاجه، مش تعقد كل حاجه. وقاره افريقيا لديها العديد من المواهب. أيوه. والعديد من الاكاديميات في اوروبا تتجه لافريقيا. ايوه. هنكمل الكلام ده بقى بعدين بكره. انما طبعا بعد الناس منتظره العرس الافريقي، يجي رئيس الاتحاد الافريقي يقلبه جنازه. فالواحد حزين جدا جدا. وسيبك من الناس اللي بتقول لك اللي عندها تبعيه للاوروبيين، يقول لك لا صح، ما هو كل 4 سنين ونريح المحترفين وبتاع. يا راجل يا راجل، ويقول لك الاستعمار مشي. الاستعمار مشي ايه؟ ما الاستعمار موجود اهو. هو في عدد من اللاعبين بس لازم الانديه تتكيف. وانا مش عاجبني الاتحاد الافريقي في قراره. هو احنا كل مره هنروح مع الاوروبيين ولا القاره لها بطولتها، اللي يتكيف عليك، مش انت اللي تتكيف على لان ظهرت قرارات مهمه في الاتحاد الافريقي اليوم. ايوه. فانا طبعا يعني انا حزين، لان انا بحب البطوله الافريقيه وكاس الامم الافريقيه. ايه تعملها لي كل 4 سنين؟ مع عيسى حياته الله يرحمه كان كل الضغوط عليه ولا غير رايه. فالانديه الاوروبيه تتكيف، مش كل مره احنا اللي نتكيف، ولا قاره الافريقيه تتكيف. استمعنا لساكا ويوكيرس. وصلنا لختام هذه التغطيه. اشكر محل